دي وصفة النهاردة. عايزين تعرفوا انا عملتها ازاي؟ تابعوني وشوفوا اتفرجوا لاخر الفيديو، وان شاء الله الوصفة هتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة. يلا نبدأ. وصفة النهاردة هي شوربة السي فود. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة. طعمها جميل جدا. اول حاجة هنبدأ هنا بمكعب زبدة وننزل عليه بصلاية مفرومة ناعم وكرفس، معلقة كبيرة كرفس برضو يكون مفرومة ناعم، لان الشوربة مش هتاخد وقت كتير على النار. هنقلبهم مع بعض لحد ما يتبلوا. مش عايزة لون البصل ولا الكرفس يتغير ولا اي حاجة. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة دقيق وهقلبها مع الزبدة والبصل والكرفس. طبعا بقلب الدقيق حوالي دقيقة مع الكرفس والبصل. بعد كده هنزل بالسمك الفيليه وصوابع الكابوريا واقلبه مع الزبده وباقي المكونات بتاعتنا. اللي انا استخدمته هنا اللي هو بيبقى الطبق الجاهز اللي بنشتريه من السوبر ماركت. بصراحه يا جماعه اول واخر مره هستخدمه انا، عشان انا متاح عندي على طول السي فود بيبقى طازه، فانا بستخدم الطازه على طول. هنا بعد كده نزلت بالجندوفلي او البقلاويز زي ما انتوا بتسموه، كل واحد وتسميته. بعد كده هنزل بباقي الطبق الكابوريا والجمبري. هو انا بصراحه ما لقيتش في الطبق غير 2 جمبري بس، يعني واحده كابوريا، والطبق غالي جدا ومش يعني. انا بعد كده بصراحه اخر مره هستخدم حقيقي يعني مأكولات بحريه مجمده. بس انا يعني الكسل، هتقولوا ايه الكسل؟ قلت اجرب، يعني اجرب ان انا ما اشتريش واقعد انضف واعملها، يبقى طبق جاهز اعمله. متلاقيش فيه حاجه بصراحه، الطبق متلاقيش فيه حاجه وغالي على الفاضي، انا مش عارفه ليه. بعد كده هنقلبهم مع بعض زي ما انتوا شفتم، نزلنا عليهم بالمية السخنة. بعد كده هنزل دي مرقة جمبري. انا جايبة جمبري كنت مقشراه، اخدت القشر سلقته مع بهارات وبصل وصفيت المية بتاعته وحطيتها، عملتها مكعبات كده عندي في الفريزر. لما كل ما اجي اعمل وصفة مأكولات بحرية بحط شوية من مرقة الجمبري دي، ورشة ملح، طبعا الملح هنحطه زي ما احنا عايزين، ورشة فلفل. وبستخدم بعد كده بودرة ثوم وبودرة بصل، وحطيت رشة جوز الطيب. طبعا كل واحد زي ما بيحب، بس بصراحة كان ريحتها حلوة. بس نصيحة مني بجد، اعملوا الطازة، يعني هاتوا طازة بجد. يعني انا ما برجحش اللي بتبقى المعلبة المجمدة دي. طبعا هنقلبهم تقليبتين، واول ما يبدأوا يغلوا هنزل عليهم بكريمة الطبخ. كريمة الطبخ هستخدم تقريبا كوباية. هي بتاخدش وقت، يعني 10 دقايق بالكتير، بس جربوها ان شاء الله، الطعم جميل جدا. لو انتوا انا هحط لكم مع الفيديو ده طريقة الفيديو بتاع الجمبري، الصوص بتاع الجمبري، عشان لو انتوا عايزين تعملوها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة واكتبوا لي تعليق كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الكريمة. خلاص اول ما احط الكريمة وتبدأ تغلي هي اصلا كده كده مستوية. وده شكلها النهائي بعد ما استوت وقدمناها. جربوا يا جماعة الطريقة، بس جربوا الطريقة مع طازة جاية من السوق بتاع السمك، مش المعلبة المجمدة دي. ما تجيبوش المجمدة النهائي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم.